السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان. لا تنسون الصلاة على النبي ولا تنسون اللايك والاشتراك. كل شيء يا اخوان تحصلوه في قناتي، قصص، ردات فعل، اخبار، كل شيء يا اخوان يتعلق بكرة القدم تحصلوه في حسابي. اليوم معانا يا اخوان ردة فعل لمنتخبنا الوطني المنتخب السعودي ضد منتخب الاورجواي. يلا يا رب، يلا يا رب، بإذن الله، بإذن الله يا اخوان صار سعودي بإذن الله. بدوا يرتبكون، بدأ منتخب الأرجواي يا اخوان يرتبك. نحن يا اخوان الحمد لله نحن عندنا دكة ما شاء الله تبارك الله، يعني اذا احتجت مفصل اي لاعب من لاعبين الأرجواي موجود. في عندك اختار انت، تبغى حسن كادش، تبغى مجرشي، اللي تبغاه موجود. اذا شفت فالفردي يشوت من بعيد ويكثر من الشوتات على طول يا سوي تغيير، نزل كادش ولا مجرشي. الى الان ما في يا اخوان، الى الان اول ربع ساعة ما في اي هجمة لاحد الفريقين، ولا هجمة حقيقية على احد الفريقين. تسديدة واحدة بس من الأورجواي وضعيفة جدا. يا ساتر يا والله شكرا يا عويس، بدل ما تطلع الكورة الملعب الخصم تطلعها في ملعبك وعند بابك. شكرا يا عويس، هذا هدف محقق. تعرف يعني ايش هدف محقق؟ هذه غلطة بهدف. الغلطة دي اللي غلط فيها حسان تنبكت دي بهدف. ما عندك احد يا حسان، طلعها ملعب الخصم، هاوت، ركنية، اللي يكون. فاحنا عندنا مشاكل في الباصات، عندنا مشاكل في خلل واضح جدا والله. بداية النص ساعة هذه يا اخوان فيها كمية باصات غلط. مباراة الأورجواي والسعودية بشكل مو طبيعي، باصات مننا ومنهم كلنا، كل الفريقين. الله هذه ان شاء الله. يلا يا مصعب، هي شوية يمين يا عمرو، الله يهديك، شوية يمين، شوية بس لو لفت. قرب يا اخوان، قرب الهدف، قرب. والله يا اخوان لو انها شوية بس يمين والله دي هدف. يلا جاء الهدف. يلا يا سالم، يلا. هي عرضها، هي يو كمل يا فراس انت مهاجم، لازم تتوقع اي كورة، يلا قرب الهدف. بدينا نلعب والله يا عمري. لو انها شوية يمين والله هدف، ما يقدر يجيبها اصلا، مسافة قريبة ما يقدر. يلا جاء الهدف. يلا يا اخوان، منتخب الأورجواي مرتبك من بداية المباراة، هاجم والله يسجلون هدف. اللاعب الذي مات واقفا يا اخوان باقيو ضيع المنتخب كاس عالم. ايوه يا شاه، ايوه يا عمري يا شاه، هدف بس يا اخوان، هاجم والله سجلون الهدف الاول والثاني والثالث كمان. فعلوها الصقور يا اخوان. الهدف الاول المنتخب السعودي. يا عمري ايوه يا عمري، هذا اللي احنا نبغاه، يلا يا اخوان، يلا يا منتخبنا، يلا يا رب يا الله تكمل، يا رب تكمل. يا عمري يا شيخ، يا عمري انت. الشوط الثاني يا اخوان باذن الله ان النتيجة تستمر على ما هي عليه الى نهاية المباراة، او منتخبنا يسجل الهدف الثاني، ويا رب ما يجي فينا اي هدف، لا يصير فيكم نفس ما صار مع مصر ونفس ما صار مع المغرب. المنتخب السعودي بإذن الله راح يكون أول منتخب عربي يحقق فوز في المونديال. ما فيها شيء، ايش بذا، هذا كل شوية يطيح. لا واو الحمد لله عدت. هذا كل شوية قاعد يمثل، ايش تبغى؟ انا اقول لك القوايل لا يشوتون، هذول معلمهم فالفردي، علمهم الطريقة، علمهم الخلطة، يقعدون يشوتون كل شوية. والله جابوا العويس، والله شكرا يا عويس، والله شكرا صراحة. فالفردي بيجوت الفاول، فالفردي تخاف منه حتى لو ان الفاول على خط الركني. الحمد لله عدت. اخذ عويس، والله العويس يا اخوان ما شاء الله تبارك الله. اليوم العويس
هاي انتم متخيلين انه هذا العويس يلعب في دوري الدرجة الاولى؟ لا لا لا، والله قلنا لك يا حسان يا تنبكتي طلع كورة تمام. ترى انت بداية الهجمة من عندك انت. ايه استهتار يا اخوان، انا ما ادري ليه الاستهتار بعد ما نسجل هدف. والله انا ما انا عارف ليه الاستهتار. سالم الدوسري مشي كورة يا اخي، العب. حسان تنبكتي قدامك الخط، ما انت قادر تطلع الكورة تروح تعطيهم الباص. يا اخي حرام عليكم، والله حرام، والله حرام. ضيعتوا مجهود فريق كامل، والله ضيعتوا مجهود فريق كامل باستهتار في كورتين. والله مو لعب هذا، اقسم بالله. انت يا حسان وانت يا سالم الدوسري، والله الخطأ من البداية منكم الاثنين. الخطأ بدايته من سالم الدوسري. ثاني شيء حسان تنبكتي، تقدر تطلع الكورة أفضل من كذا. هذه ثالث مباراة المنتخب عربي يتعادل فيها في هذا المونديال، ورسميا يا إخوان انتهت المباراة بالتعادل إيجابي 1-1. الصراحة المباراتين الجاية صعبة للمنتخب السعودي. كان اليوم من الممكن إننا نطلع بفوز بهدف مقابل لا شيء، ولكن أنا بشكر شكر خاص للعويس وعبد الإله العمري. اليوم قدموا مباراة ولا أروع. شكرا يا إخوان لمتابعتكم، ونشوفكم على خير.